اجتماع طارئ لجامعة كرة القدم المغربية بالكاف بعد احتجاز نهضة بركان بالجزائر. سارعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى عقد اجتماع طارئ مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص الاستفزازات المتكررة من الجزائر للفرق المغربية، وذلك عقب احتجاز سلطاتها زوال اليوم الجمعة بعثة فريق نهضة بركان بسبب خريطة المغرب. وأكدت مصادر جيت طالعة أن مسؤولين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعقدون مساء اليوم اجتماع مع مسؤولين بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حول الواقعة الخادشة لصورة كرة القدم الإفريقية. قامت السلطات الجزائرية زوال اليوم الجمعة باحتجاز بعثة فريق نهضة بركان مباشرة بعد وصولها مطار هواري بومدين تأهبا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف. ورفضت سلطات الجزائر السماح لبعثة نهضة بركان بمغادرة مطار بومدين بسبب ارتداء اللاعبين لقمصان تحمل خريطة المغرب. وتحاول السلطات الجزائرية استفزاز الفريق البرتقالي لإخراج لاعبيه من تركيزهم على مباراة يوم الأحد المقبل ضد اتحاد العاصمة حامل لقب كأس الكونفدرالية. ودأبت الجزائر على استعمال مثل هذه المناورات ضد الأندية والمنتخبات المغربية، علما أن المنتخب المغربي المحلي حرم من المشاركة في كأس إفريقيا سنة 2023 بسبب رفض السلطات الجزائرية منح ترخيص لطائرة الأسود بالتوجه صوب الجارة الشرقية.